بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 20 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ذي البداية كنت سميت غاية مثلا باللي في كتابين نقار ساعات يعني منهجية الميثودولوجي يمغار نرزيه للشيخ نرزيه الصغر ثم زواروث الصغر ابن عاشر شو راه كان ثورة ديال القرايه بوسا ثلا سي دي زيتاب مراحل ذي الوقت ني عندها الطريق استخداما سي الطرق استخداما والزميضات تغرض سيدي خليل مثلا قبل تغرض الرساله والزميضات تغرض الرساله قبل تغرض ابن عاشر هكا مرحله ام كل مرحله تسكي كفايه داك اذا سمحتي كان يعني باش مثلا غاهث اذا سمحتي ربي وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. لذلك المنهجيه تقتضي الكتاب تمزوروث كتاب ابن عاشر في الفقه، ام بعد كتاب الرساله وقنقرا كثيرا ابن ابي زيد القيرواني، ام بعد المختصر الفقهي للشيخ خليل ومن قاص قبيل سيدي خليل وقال لك شي كتابين ما كيكدني غيتمثل ذي العوانصر انت مسني ذوين يعني ثا شرعيث اكا اسا نكمل اذا كتاب الرساله ابن ابي زيد القيرواني ساعه تصل الشروح في شرحا سي شرح ينس الا كتاب اسمه شرح القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونة، اللي هو كتاب اسمه المعونة على مذهب عالم المدينة، المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي. وقس العلماء مقرانا اسمي قاري ستر ثمسني سيث مرثايض اسمي بض القيروان يلوز ويسعى مشى يكمل القرايه يسوي يعاونيث ابن ابي زيد القيرواني صاحب هذه الرساله يعاونيث الناس مادام تسرد تفوض ثمسني تبغيض القرايه نكوني كي نفدد هذا نفقه في الله كلام تكفض القرايه اسمي كفى القرايه يسمى في جازي ينيس يشرح كتاب الرساله يشرح كتاب الرساله هو من الشروح الجميلة جدا شرح القاضي عبد الوهاب البغدادي لكتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. فسيجد درس 20 باب طهارة الماء والثوب والبقع إلى آخره. هكذا قال المصنف. الباب يجينا الشابيتر هذا الباب أدي هدر في الطهارة شفا من درسني عدنا هضرت فين يعني نواقض الوضوء نناد نواقض الوضوء إلى ألف باجين ألف الأحداث مثل أكرمكم الله من تسع حيو الماء ينقض الوضوء خروج الريح وكذا. نهضرت في الأسباب مثل غياب العقل يذوخ يروح حس العقل يستاهل يعني ميد يكرر بيث السبيطار يكرد هو كي الوضوء سيعاود ماشي ذا الريح ماشي ذا من تسع ولكن سيعاود الى سبب ثلاث نظن مثلا سبب من الاسباب النوم يونيطس واذا النوم من شرح يثيد الى النوم خفيفا وإنا لا ينقض الوضوء الى النوم الزاين يغص الزاين وإنا ينقض الوضوء وزيك مغارم يود انك استفض الصبيح ديك فوسيك تصبيح انك ما يغليك ذاين صافي متر زداري مالك ذاين المعنيس الوضوء كذا مش يغلي راه تفك هكا تسند دومض قرن السيناتون سينا ثقي لا تنقض الوضوء. النوم الخفيف يسقرن يضص خفيفا الا ما هو لا بحدث ولا بسبب. الند مثلا الردة يون بعيد الشر يعني ان شاء الله بعد ربي فين غاكو الردة في المؤمنين يون ما إلا مرتد الى ذي سلم من بعد يجي الاسلام خلاص غسل الوضوء ذينا تروح اصل الوضوء ينس يروح اسوي النظر الى قد يعاود كل شيء ذا جديد
ذا الشك والشك كذا غنهضرت في الناس الناد الوسواس يتسد في الشك ولا قرب نادم يعني هذه جيمانيس هذه تساغوال الوسواس هذه يغال ضطان هذه يغال يتساغ الوضوء سواطاس هذه يغل الوضوء بعد عيوذ مي كفى الوضوء هذه شبه الظليت عيوذ يتشكوا لي كل شيء وقيل ودنا غير الله اكبر وقيل ورغى الفاتحه وقيل وزولا بزاف ميل المهم في مساكين هضرت في راسنت ياك درسني عدان تواساكي باب طهاره الماء الباب مهم هو الزميراي ولا ذكر ديال الظلم الا اريد تغير الوضوء سوا شو الطهاره كنقارن العلماء الطهاره صفه حكميه هادو راح يولكيني يتزلط السنه شغال طهاره روح زاد في الجنازه سمحي شغال طهاره صفه حكميه طهاره الماء مطلوب انا نزيد صار الوضوء والثوب اللبسه صارت الزلط الى قتيلي زديف مثل زعما ديري ونكيني سمحي كذا خدام لا من ويزيين هذا مصوف القضاء زمرو مسغاك لا خدم هذا ميكانيسيان نورمال تاخذ مايك الزلك ريت اللياض المهم تسعر النجاسات سيكير المطلوب ما تمصد بالعكس تمصد ذا غبار تمصد ذا ورم تمصد ذا زموت من بعد هكذا خدام خذ مثلها إلى قد ولكن طهارة من النجاسات طهارة الثوب من النجاسات والثوب والبقعة طهارة المكان عند رياض البدمي لقد يمكن يزدي قليل الزدي النبي عليه الصلاه والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا الله يبارك عندك يوم الحال الزاد في القضاء زمور يوض الوقت طهور مغ العصر اغلظوا الزلط ذي الخلا على طول وهكذا كيف ذا مسافر الى اخره هذه نعمه والحمد لله وما يجزئ من اللباس في الصلاه ذا اللباس الى قضيه اللباس الحلال العلماء سقال الشن يوثم تمثال وين انا سمحتي هذه اللبسه ماشي الحلال يبوث سوين الهواره وهذه الزال هذه في ديري فاسم ربي اللبسه ماشي ينس ثورة مدار الطال يرضي تسيد معليش ما الا يفكي سيدي ونتوك شي مايل وكياك معليش ولكن ما الا يبوث سوين ونحلل لا ماشي الحلال خاطئ فيه تفاصيل على كل علمية لو قلنا صلاته صحيحة ولكنه يعاقب يتعاقب في شغل وايض إلا قلنا خطئ من القضية في الديري فاسم ربي زدي وليس زدي ولا غيس زدي الصورة ينس الجسد ينس زدي ومكان زدي ولا اللبسة يجلسها بعدين دول المصلي يناجي ربه يعني يولمكر ظاليث يجري فاسم ربي يناجي ربه والمناجاة تقتضي حضور القلب لو كان يودي هنا كان هكا غاستهضر ديون سمحي نتسا يخدم ميساج بورطابل هكا هذا الحال سير ولدي سمحي سليد هاكي ديال الزاق سلم ماشي هكا وريد واش بحالك الا قولوا مثل مسلايض اكيد يوالي تواليض وكيف البشر ربي سبحانه عز وجل من في ديري فاسنيس إلا نستحضر عظمته وبحضور قلوبنا ونناجيه ونحن نعلم بأننا عباد وأنه رب العباد يجري فاسنا ربي إلى قول الذين حضرا هذا هناك ابن أبي زيد القيرواني يناد فعليه يهضر في المصلي والمصلي يناجي ربه يصلي فعليه أن يتأهب إلى قد يهجي منيس هذه السوج دي منيس لذلك سوى شو فضلا عن حضور القلب والنية والأمور بمقاصدها إنما العمل بالنيات بالوضوء إلى قد يغلظ أو بالطهر الوضوء نهضرت فلاسنا وقد نهضرت فلاسنت أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ما يليون إسعى سبب من أسباب الطهارة الكبرى يعني الوضوء أم قران يعني ما يليون إلا على جنابة إلى قد يكسل جنابة هكا
ويكون ذلك بماء طاهر. سوى شو؟ سوى ماء زديا. الماء الطهور يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره. الزدي لم يتغير وصفه من أوصافه الثلاثة، إما اللون الكولور، إما الريحة، إما الذوق والطعم. زردامي حميلايون هذه اللوظوس الكازوز دكال أكنا ديال سينيسا سينوكي الكازوز ما إلا يغا اللوظو سوامان يخلظنا كتسامنت نغ أمان يخلظنا كذو يفكي ونزميرا سنسمي أمان وكذاك جامي. لذلك العلماء نند الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة أستفضمان ما سمي راسي كان أمان صفو خليضنا راه جوزا صلحا للعادة صلحا للعبادة والعادة. إما إلا أمان خلظن شويط ويفكي نغثامنت أمشي راه دينيض جامع دين ضمان أكا أصحاب الصلاة دينيض أمان خلظن أكذو يفكي نغاك تسامنت لكن يحبس وقي أمانكي وصلحنا راه الوضوء العبادة ولكن صلحني العادة فكيتني التجرة فكيتني الحشيش السيرديس النحوال معليش لكن ماء يعني مضاف إليه يعني أمان غير اسم إيغين غير فكين العسل يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. لذلك شو دينا ابن أبي زيد إنات ويكون ذلك بماء طاهر زدي غير مشوب ويخلي ضريبس بنجاسة سورتو ماذا النجاسة حاملة النجاسة إيفان وريجو زارة أكا بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه. أكيد يهضر حتى تغير لون أوصاف الماء ولو ماشي بالنجاسة بالأمور طيبة ثامن تيفكي غيغي وياكلها لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر. ولكن سبحان الله إلا ما غيرت لونه الأرض في كل ومان إذا عدن في الظلاميط كبريت إذا عدن في الملح إذا عدن إذا أمام البحر أمام البحر مرغيث سعن الملح جوزم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من سقسان الصحابة أشو سنينا هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أمام البحر صلحا الوضوء صلحا كل شيء إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة سعن شوية بلوض يعني أو نحوهما. من بعد أشو دينا وماء السماء أبرغ ذقار ذي شو ثنوامنا صلحا الماء الطاهر إن وماء السماء يعني مياه الأمطار أمن لهو وماء العيون العنصر وماء الآبار أمن الفيور وماء البحر أمن البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. مازال والو يكمل إن شاء الله الدرس وايض صافي أنوي ذا منك صلحان يكون الوضوء الطهارة العبادات وكما يصلح أيضا العادات. ماء الأنهار يسفن ماء البحار يعني البحور مياه الأمطار يعني اللهوة أو ولا زمان سمحتي النذا بدي فغيون الصباح كسوتو دي الشتوى أضاف الطجور يعني ساعة تماني الزمرات تغض الوضوء ولا سوامني ننذا في قذاقيت مثلا مقصود بالطهارة طهارة الماء الصالح للعبادة والصالح للعادة والحديث بقية. نكمل إن شاء الله الدرس دون جاء ثلويث. السلام عليكم ورحمة الله.